النجاح دايما بيجي مع الأزمات. التكنولوجي بتتطور جدا. بعد 5 سنين هيبتدي الكمبيوتر هو اللي يعمل لنا أدوية. دلوقتي كمان بنطور حاجات يعني في الذكاء الاصطناعي. انا مبهور بصراحه بقد ايه عرفت تجاري التكنولوجي. كل الجامعات اللي أنا جايبها عشان أعلم الناس اللي أنا عايز أعلمه لهم، مش اللي هم عايزين يتعلموه. يبقى رسالة أنا بقولها لكل الناس إنه لازم يبقوا هامبل ويتعلموا كل يوم، عشان الشغلانة اللي موجودة النهاردة أنا مش متأكد إنها موجودة بكرة. راجعين لكم في السنة الثالثة في بيوند تانك مع فودافون بيزنس. مساء الخير. ازيكم جميعا؟ منورنا النهارده كل الناس اللي بتحضر وبتتفرج علينا والناس اللي بتتفرج علينا اونلاين. النهارده في حلقه جديده من بيوند تانك الموسم الثالث، ومعانا شارك جديد وان اون وان انترفيو اتمنى تستمتعوا بيه. قبل ما اقدمه عايز اقول ان هو شخصيه مميزه جدا في كل حاجه، في شكله، في افكاره، في لبسه. واعتقد لما قلت لبس عرفت هو مين. والسنتين اللي فاتوا سمعنا عنه حاجات كتير وشفناه في حتت كتير، مع ان هو طول عمره موجود واسم الشركه واسم النشاط اللي هم بيشتغلوا فيه، ولكن في السنتين اللي فاتوا شفناه كتير جدا وسمعنا عنه حاجات كتير جدا. بس نتمنى ان النهارده لما نقعد معاه نعرف نسمع كلام ما سمعناهوش قبل كده وما اتقالش قبل كده. رحبوا معايا بمحمد فاروق من شارك تانك. منورنا اولا، وسعيد جدا انا بعمل الانترفيو ده. وزي ما بقول انت طلعت اتكلمت كتير، بس هنحاول النهارده ان شاء الله نقول حاجات ما اتقالتش قبل كده. عايز ارجع عن الرحله، اتكلم عن الرحله من الاول خالص. ومحمد اللي عنده 7-8 سنين، مين حماده فاروق اللي كان عنده 7-8 سنين؟ كنت انهي واحد في الشله؟ احكي لنا عن طفولتك. انا عارف ان هي ما كانتش في مصر كمان، فعايزك تكلمنا عنها شويه. انا رحت ليبيا وانا عندي سنه، ورجعت مصر وانا عندي 10 سنين. يعني بالصدفة كده كنا بنصيف في المعمورة، وبعدين كلمونا من ليبيا قالوا لنا ما ترجعوش. أخذوا المصنع وأخذوا البيت بالهدوم بكل حاجة، وقالوا لأبويا ما ترجعش. احنا أممنا كل حاجة. فأبويا ابتدى من الصفر في الوقت دوت، وابتدى موبكا يعني في مصر في الوقت ده. والدنيا بقى اتطورت. عايز اتكلم عن محمد الصغير اللي لسه بيبتدي. لسه اتعلمت ايه من باباك؟ كنت بشخصيه عامله ازاي؟ يعني عايز اعرف محمد اللي في السن ده وفي الوقت ده والترانزيشن من مصر لليبيا كنت عامل ازاي؟ انا كنت في ليبيا في المدرسه الامريكاني. كنت بتختخ عن كده كتير. يعني ما كنتش شاطر. يعني انا قعدت لحد لما تميت، يعني لحد ثانويه عامه ما كنتش ليا في التعليم قوي. يعني كان ليا في الاصحاب اكتر وكده. كنت انهي واحد في الشله؟ كنت عامل ازاي؟ كان عندك صحاب كتير؟ انا يعني الميزه الوحيده اللي كانت فيا والموجوده لحد دلوقتي ان انا دايما كنت بربط الناس ببعض. انا عمري ما كان عندي شلل ولا يعني عايز ده يبقى احسن من ده ولا الشله دي. انا كنت بحب كل الناس وبحب ان الناس كلها تنجح مع بعض. فمن زمان يعني كان كل اصحابي في الفصل، يعني في مثلا 5-6 اصحابي من الفصل اللي انا مشاركهم واللي لسه مصاحبهم. صداقات حقيقيه بالظبط. كنت بتقولي ان انت ما كنتش شاطر، وناس كتير قوي لما بقعد معاهم وبعمل انترفيو اللي بيبقى شاطر وكان الاول ومش عارف ايه، حاسس ان ايه ارتباط اللي برضو الناس كتير قوي اللي بتتفرج علينا اللي لسه في المدرسه او الجامعه، ايه ارتباط الشطاره في التعليم ولا ليها اي دعوه ولا ليها اي دعوه فعلا. يعني الحياه هي الشطاره، يعني مش التعليم هو يعني انا ده اللي انا شفته. يعني في ناس كتير قوي كانت شاطره قوي 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 معايا ما نجحتش يعني. وخصوصا يعني لما يعني طبعا مش هدي اسامي، بس الناس اللي مثلا كان في ناس بتيجي تسهر وتخرج معايا ومش عارف ايه وكلام من ده، وترجع تدح وتاني يوم تجيب. فكانت بتخبي علينا ان هم بيذاكروا والكلام ده. هل ده كان بيضايقني ولا كان بيفرق معايا؟ بس هم في الاخر هم بقوا ايه، والواحد بقى يعني فالواحد ما بيهموش. يعني الواحد مش مفروض يبص على حد. هو لازم يبص على نفسه في المراية ويشوف هو ازاي ممكن يبقى احسن. بس انا عارف ان انت رحت امريكا
في وقت معين. عايزك تحكي لنا التجربة بتاعت أمريكا كلها وحصلت هي إزاي. دي من أهم التجارب في حياتي. أنا جبت حاجة و50% في ثانوية عامة، فما كانش يعني أي جامعة خدتني غير فنية عسكرية. وأنا ما كنتش حابب أدخل فنية عسكرية، فكنت عايز أدخل جامعة أمريكية، فامتحنت في الجامعة الأمريكية، جبت 40% برضك، ما اتقبلتش. فرحت للهانم جيهان السادات، قلت لها أنا عايز أدخل الجامعة في أمريكا. كان إيه علاقتك بجيهان السادات ساعتها؟ هي كانت بتدرس في جامعة في أمريكا. كان الوالد يعرفها. فأنا استأذنتها أن أنا عايز أدخل الجامعة هناك. فقلت لها بس ليا طلب بايخ يا فندم. فقالت لي ايه؟ قلت لها لو ممكن ما امتحنش انجليزي بس اول سنه. يعني انا اوعدك ان انا هقوي نفسي بس. فقالت لي ازاي يعني ما ينفعش، بس سيبني احاول. فحاولت واجلت لي الامتحان الانجليزي للترم الثاني. لا، للترم الثاني بس. الحمد لله في خلال سنه ونص كنت في الناشونال دين ليست على مستوى أمريكا، أحسن 1000 طالب. وقدمت في هارفارد واتقبلت، ووالدي كان عايزني أدخل هناك بس كان عندنا ظروف عائلية، فعشان كده أنا رجعت مصر. أوكي. من 50% في الثانوية العامة لأحسن 1000 طالب. إزاي؟ إيه اللي حصل؟ كان في 2 أخدوا ريسك معايا، أبويا والهانم. ابويا كل اصحابه قالوا له انت مجنون تسفره امريكا، ده هيشم وده هيعمل وده مش عارف ايه. والهانم انا اديت لها كلمه فكنت لازم اشرفها. يعني كنت بجري كل يوم 14 كيلو وما كنتش بعمل حاجه غير ان انا بذاكر. فالحمد لله يعني. ورجعت مصر، اخترت انك ترجع الجامعه الامريكيه ودخلت على الجامعه الامريكيه. رجعت على الجامعه الامريكيه. والطالب الوحيد اللي دخل الجامعه الامريكيه اللي ما قابلتنيش اول مره. دايما الجامعه الامريكيه في مصر ما بتحسبش كل كورسات الانجليزي بره. انا حسبت لي كل الكورسات بتاعتي. وعايز برضو قبل ما نروح الجامعه عايز اعرف ايه اللي اتعلمته في الغرب، ايه وانت لسه صغير وبتتكون، ايه اللي شفته في امريكا اتعلمت منه ورجعت حاسس ان انا اتغيرت لما شفته. انا كل اللي بعمله دلوقتي يعني انت عارف انا عندي مدرستين انا عملتهم مؤخرا، هنتكلم عليهم كمان هنتكلم عليهم. بس انا ولادي خريجين كلهم البسك. كان يعني طلبي الوحيد ان ولادي ما يتعلموش في انجلترا. يعني ممكن يدخل اي جامعه هو عايزها بس لازم تبقى في امريكا. فعندي 4 اتخرجوا من أمريكا ولسه صغير إن شاء الله يعني هيبقى برضك هناك، أو لو خلصت الجامعات بتاعتي يعني ممكن يتخرج من مصر. فأنا كان هدفي إن التعليم الأمريكاني فيه ميزة إنه إحنا متعودين على الحفظ. الحياة مش حفظ، الحياة تجربة. فالسيستم الأمريكاني بيعلمك إزاي تجرب وتعمل وريسيرش وكل حاجة. التكنولوجيا كمان، وبرضه انت رحت يمكن من 40 سنه او اكتر بس من زمان. هل برضه كنت منبهر ساعتها بقد ايه التكنولوجيا هناك؟ اكتر حاجه اتعلمتها في امريكا انه ازاي تو تاكل يور بروبلمز. قبل ما اسافر احنا كنا متعودين نحفظ 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 ونسمع. في امريكا اتعلمت ازاي افكر، ازاي احل المشكله بطرق مختلفة. فدي كان ليها يعني مردود كبير قوي. ولما رجعت دخلت جامعة أمريكية فبرضه ساعدتك على كده. كانت مرحلة كويسة الجامعة في مصر من المراحل الحلوة في حياتك. هايلة، من أحسن جامعات. لما تخرجت والنهارده فاميلي بيزنس ووالدك طبعا الله يرحمه رائد الصناعه فاروق عبد المنعم، وبيبقى في الفاميلي بيزنس عموما لما بيبقى الاب عنده بيزنس كبير قوي بيبقى الاب راسم طريق لابنه بشكل ما او بطريقه ما. فهل كان عندك انت لما النهارده متخرج هل عندك افكار لا انا اعيش في جلباب ابي وانا عايز اتمرد، ولا اترسم لك طريق كان لازم تمشي فيه؟ تعاملت مع المرحله دي ازاي؟ انا اول ما ابتديت مع ابويا ما كناش عارفين قوي نشتغل مع بعض. يعني بعد ما اتخرجت من جامعة بسنة أو سنتين، لكن جات لي فرصة إنه الطلب منه عشان هو كان في ليبيا يعني زمان، الطلب منه إنه يبني بيت للقذافي عشان يقابل فيه حسني مبارك على الحدود ما بين مصر وليبيا.
بس كان مع الطلب ده طلب غريب شوية انه يتعمل في 15 يوم. هو ما كانش واثق فيا قوي، بس كلمني يعني وهو رايح، قال لي انا رايح ليبيا ومطلوب مني الطلب دوت، فتحب تيجي معايا؟ فتحمست جدا ورحت معاه، وكنت اول مصري يعدي الحدود ما بين مصر وليبيا. كانت العلاقات مقطوعة، فبت ليلتها في السجن في ليبيا، عشان دي الحتة الوحيدة اللي كان فيها ممكن انام يعني. مع والدك؟ لا انا لوحدي. كان لوحدك؟ انا اول واحد لوحدي خالص. أوكي. هم كانوا كلهم بايتين في مطروح، وجولي تاني يوم الصبح. انا رحت عشان اشوف المكان والكلام دوت. فطبعا السجن ما فيهوش مرايات ولا حاجة، فكان كله ناموس بالليل. فانا يعني مش مدي اخوانا يعني، ومش مش مدي اخوانا، وعمال اتقرص طول الليل. فالصبح طالع على الحدود، فبقابل المهندسين بتوعنا والمهندسين بتوع سامي سعد وكده، فجايين عليا، فبصوا عليا فطلعوا يجروا. فانا ما فهمتش ايه الموضوع. فطلع ان انا وشي كله وارم وعلى من الناموس. فاول بقى تجربه ليا في التعامل ان انا اقنع الناس دي انها تيجي وتشتغل وتكمل شغل. وبعد 5 يوم واحنا في الخيم بايتين، واحد نيجيري اتقرص برضك من عقرب، بس الحمد لله ما ماتش. فكل النيجيريين اللي عندي بتاع حوالي 500 واحد كانوا عايزين يمشوا. فمن تاني يوم بقف اغرف لهم الاكل على العربيه النقل، وانا اللي نايم معاهم كل يوم، لحد الحمد لله ما خلصنا البيت في 16 يوم. فعلا عرفت تخلصوا في الوقت؟ لا احنا سلمنا البيت بالتريننج سوتس، بالاطباق، بالشوك، بالسكاكين، بكل حاجه. دي كانت اول اكسرسايز حقيقي ليك لاختبار قدرتك على انك تعرف تنفذ المهمه او تعمل حاجه بالشكل اللي انت عايزه. بالظبط. ودي عملت علاقه قويه جدا ما بيني وما بين ابويا. هم طبعا اول ما شافوني عيل صغير جاي، كنت 26 سنه وقتها. المحافظ بتاع طبرق الله يمسيه بالخير قال لهم ايه العيل ده؟ العيل اللي هيجي هيخلص البيت. والطلاينة والكوريين رفضوا ان هم يعملوا البيت. فالمهم هو بقى صاحبي جدا، واداني كل الاصول الرئاسيه عشان اجددها. قعدت 2 في ليبيا بعد كده. اوكي. حته انت باخد من كلمتك على ان انت ايه حته العيل ده برضو. ده انا برضو كنت في فاميلي بيزنس واشتغلت مع ابويا اول ما اتخرجت، فبيبقى في حته ان انت الناس بتحس انت مفروض عليهم طبعا، وان ايه العيل ده اللي احنا بقالنا سنين في الشركه ومش عارف. اتعاملت مع المرحله دي قبل ما تثبت نفسك ازاي؟ بتبقى صعبه، بس يعني حاجه زي المشروع ده احنا كموبيكا ما عندناش خبره في المقاولات. فده كان اول مشروع. ابويا هو اللي كان عنده خبره في المقاولات. صح. فده ما كانش حد قادر تكليم انه هو اللي قادر يعمل دي. فانا اتعلمت بالتجربه وتعلمت من ابويا. ما اتعلمتش من حد من موبيكا يعني شغل المقاولات. هو نزلك البحر، وقال لك عوم. يعني المرحله اللي بعد ليبيا كنت عايز تحكي ايه اللي حصل بعد ليبيا؟ لما رجعت مصر كانت موبيكا شركه كبيره يعني. قعدت في ليبيا قد ايه؟ قعدت سنتين. فموبيكا كانت شركه كبيره وطبعا فيها فطاحل فطبعا اول ما دخلت برضك زي ما انت شايف بيعاملوك يعني كأنك ابن صاحب المحل يعني. صح. فطبعا ما كانش عاجبني وما كنتش برضك عارف اعلم عليهم يعني. فلحد ما جات لي فرصة العربيات اللي يعني كراسي العربيات، وانا ابتديتها من الصفر. ايه الاوبورتيونيتي اللي شفتها؟ ايه الماركت جاب اللي حسيت دي ممكن تبقى فكرة كويس؟ يعني كان قبل كده كل شركات العربيات كانت متعودة ان الفوم تديه لحد، والكسوة تديه لحد، والشاسيه تديه لحد، وهي تاخد الكرسي تجمعه. فجنرال موتورز فكرت ان هي عايزة تاخد كرسي بتاع الأوبل فيكرا حد يورده لها 4 ساعات قبل ما العربية تطلع من المصنع. فشغل جاست ان تايم. كان في واحد هناك الله يمسيه بالخير اسمه عثمان، كان ماسك الإمداد، وثق فيا واخدني معاه ألمانيا وعرفني على الشركة اللي هناك. وقعدنا تقريبا
شهر في ألمانيا نتدرب ازاي نجمع الكرسي بنفسي وكده، وجيت مصر وابتديت اشتغل والحمد لله. يعني كنا معروفين في السوق ده ان في 2 سبلايرز. لحد دلوقتي احنا عندنا تقريبا 90% ماركت شير. بس كانت فكرتك او انت شفت ده وقلت انا هعمل مع انها حته جديده وما كانتش لسه خالص. في الشركه خالص ولا اصلا موجوده خالص. وكل هذا الكلام ساعتها اتقال ده شغل حماده مش فاروق؟ حسيت بايه او ايه الحاجه اللي جات لك امتى حسيت بساتسفاكشن ما ان انا فاينلي اثبتت نفسي؟ عمري ما هحس بان انا فاينلي اثبتت نفسي في الشغلانه بتاعتنا دي. انت بتشتغل تحت كاستمر ولازم الكاستمر كل يوم ليه طلبات وانت جديد. لازم تو ادجست نفسك لطلبات الكاستمر ده. عمرك ما لو في لحظه حسيت انك انت اللي الصح انت مش هتتطور. صح. هنا في بيوند تانك بنتكلم على علم صناعه المال ازاي، وبنسال حتى السؤال ازاي عملت اول $1,000,000 والمليون ادى الى اللي بعده والسكيلينج الجامد قوي اللي حصل. الماركت شير اللي عندك النهارده بهذا الشكل، ايه كان هل كانت دي فيجن موجوده من الاول ان انتوا عايزين تكبروا وتوصلوا لهذا النجاح، ولا كان الرحله شكلها عامل ازاي؟ النجاح دايما بيجي مع الازمات طبعا. يعني من غير ازمات يعني متهيألي بيبقى صعب ان الواحد يكبر قوي. انا طبعا ما اقدرش ادعي ان انا ابتديت من الصفر، لكن يعني والدي مرتين اتأمم، فهو ده يعني الله يرحمه هو اللي يعني شاف اصعب حاجه. بس انا شفت وقعتين يعني في حياتي كانوا مهمين جدا، اللي هي الازمه بتاعت 2008 والازمه بتاعت 2011، والاتنين الحمد لله انا طلعت منهم اقوى من لما دخلتهم. ازاي؟ 2008 حصلت حاجتين، انه انا في خلال 6 أشهر عملت منتجات مع يعني موبكا ما عملتهاش في خلال 10 سنين. لما حصلت الازمه ديت جبت كل التيم وراجعنا كل المنتجات وعملنا كوست كاتنج وعملنا امبروفمنت وعملنا ريديزاين. ما حبيتش الناس تتشغل بان في ازمه، فوجهت كله للR&D، فطلعنا بمنتجات هايله جدا بعد كده. وطبعا برضك ربنا كرمنا ان احنا وقتها كان عندنا وزير ماليه الدكتور يوسف بطرس عمل لنا مشروع التاكسي. فاول الازمه مشينا 300 عامل، وفي 2009 عيننا 900 عامل بسبب مشروع التاكسي. هو أخذ كل التاكسيات القديمة وعمل ففوق السوق. وكان الشرط بتاعه انه لازم تبقى المنتجات كلها تصنيع محلي. جت في مصلحتكم تمام. فجت في مصلحة كل المصنعين. الحاجة التانية لما حصلت الأزمة بتاعت 2011 أنا ما بحبش أشوف النونسنس، فكنت شايف إن يعني الشعب المصري بيتكلم في حاجات يعني ما هياش منطقية يعني. فقلت أهرب إن أنا أبص على الحاجات اللي أنا بحبها يعني برا مصر زي التكنولوجي والكلام دوت. فابتديت أركز جامد في التكنولوجي في الوقت دوت. فابتديت أستثمر في الصين واستثمر في أمريكا وكده. في كراسي العربيات؟ لا في التكنولوجي. عشان كراسي العربيات ولا عموما؟ عموما التكنولوجيا عموما. احنا في مصر قعدنا من 2011 لحد 2013 الحالة كانت سيئة جدا. فما اقدرش اقعد انت عارف الناس كانت بتقعد وتسمع التلفزيون وتتكلم على حاجات. انا كان ممكن يحصل لي حاجة لو انا يعني دخلت في الحكاية وسبت نفسك في الحكاية دي. ايه اللي اتعلمته في التكنولوجيا؟ لا اشرح لي الحتة دي، عملت ايه؟ او انا كنت مهتم جدا بالتكنولوجيا من قبل كده. في الوقت ده انا ابتديت اقرا كتب ولقيت انه الصين ناويين 2050 يبقى نص البوبيوليشن يبقى ميدل كلاس. انا من المنصورة اساسا، فاحنا متعودين من مصر يعني في مصر انك عشان يعني تتطور لازم تيجي القاهرة. فانا قلت مش ممكن نص الصين كلها هتروح بكين. فالحل الوحيد هو التكنولوجي. فايه التكنولوجي في الطب، ايه التكنولوجي في الانشورنس، ايه التكنولوجي في التعليم، ايه التكنولوجي في البيمنت. يعني 2010
كنت بكلم واحد اناليست في الصين، الشحات في الصين ما كانش بيرضى ياخد كاش عشان الفلوس مضروبة، فكان عايز ياخد QR كود بالتليفون. فانت متخيل هم واصلين لتكنولوجي شكلها ايه؟ بس ده النهارده بيحصل في ده مصر. احنا لسه عايزين نطبقه في مصر. ده انا يعني بترجاهم ان احنا نطبقه في مصر النهارده. بس الانستا باي يعني برضو وي كيم ا لونج واي النهارده في ايوه، اللي بيحصل. بس ساعتها بتكلم انت النهارده ما بتعرفش تدفع بالQR كود. لا لسه. فان شاء الله يعني هندفع. فهو الشحات كان بياخدها من 10 سنين. طب فاحنا ممكن يعني نجري شويه في مصر برضك. فشفت من هناك ايه اللي امريكا يعني انا مثلا كنت مساهم في شركه اسمها تنسنت، فكنت شايف ان فيسبوك هتقلد تنسنت، ما كنت شايف ان تنسنت هي اللي هتقلد فيسبوك. يعني واتساب كان موجود وقتها وفي وي تشات، فوي تشات فيها وي باي، فانا عارف ان واتساب هتعمل وي باي. يعني انا قصدي انا كنت بشوف في الصين ايه اللي احنا هنعمله بعد كده. فكنت بعمل استثمارات في امريكا على اساس اللي انا شايفه في الصين. ده فيجن جامد قوي ان انت تبقى شايف التكنولوجي. يعني النهارده بنقول تكنولوجي، بس ساعتها ان انت تبقى شايف ده من بدري كده. بالظبط. هل طبقت ده وعرفت تجيب تكنولوجيز معينه في مصر تساعدك في شغلك في ساعتها وقتها؟ لا، هو انا مثلا اول روبوت جبته كان ABB. جبت روبوت في الشغل عندك؟ جبت روبوت في الشغل. كان ثمنه $150,000 من تقريبا 15 سنة. النهارده اخر روبوت جايبه ثمنه $20,000. أيوة. فمن اهم الحاجات اللي كسبتني فلوس في الفترة اللي فاتت ان انا كنت مراهن ان انفليشن از ديد، عشان التكنولوجي هتسبق وهتبقى هتخلي المان باور يعني ما فيش ليه احتياج كبير. فانفليشن يعني لحد الازمه بتاعت 2022 وانا طلعت غلط في الحسبه بتاعتي، فعشان كده انا خسرت يعني اكتر من نص فلوسي. لا لما ايه اللي حصل؟ اشرح لنا الحته دي. انا مراهن انفليشن از ديد، فمساهم في الشركات اللي هي بتاعت التكنولوجي وبتاعت الانفليشن والكلام دوت. ففي 2022 لما الانفليشن جت جامده عشان الشورت اوف سبلاي، ما كنتش حاسبها دي او ما كانتش في ذهني، فخسرت فلوس كتير جدا يعني في البد ده. عرفت تجيب التكنولوجيا في الفترة اللي قبل كده تدخلها في شغلك وثرو الروبوتس وثرو غيرها؟ انا من مثلا انا تاني واحد طبقت الساب في مصر بعد جهينة. يعني جهينة كانت اول شركة في مصر تطبق SAP. انا كنت نمرة 2. فطبعا انا كنت مهتم بالتكنولوجي من ساعتها جامد. يعني ازاي الفلوس بتعمل فلوس؟ انت بتقول استثمرت في شركات بره لما لقيت الدنيا هنا عاملة ازاي فقمت مفكر في ايه. ازاي علمنا ازاي الفلوس بتعمل فلوس؟ الشغل هو اللي بيعمل فلوس. انك انت تبقى حابب اللي انت بتشتغله وبتشتغله بأمانة وبتدي فيه احسن يور صوت. يعني انا مثلا عندي مثل، انا بحب اخسر بشرف. يعني ايه اخسر بشرف؟ ان انا ما اخشش في فند، انا اخش في شركة وهي على الله. يعني اذاكر الشركه دي كويس وانفست واشوف المانجمنت بتاعها واشوف التيم بتاعها واشوف الCEO بتاعها هو بيفكر ازاي، ولو ممكن ابقى صح او ممكن ابقى غلط. فبحب اخسر بشرف، يعني ابقى عارف انا حاطط فلوسي في ايه وبعمل بيه ايه. لو احنا بننصح الناس لو هتستثمر حتى في البورصه او في شركات معينه او غيرها، ايه زي ما شفت التكنولوجيا من 10 سنين واكتر، ايه اللي شايفه النهارده الشركات ايه او مجالات ايه اللي الاستثمار فيها يبقى ذكي النهارده؟ انا من انجح الاستثمارات اللي انا عملتها كانت في شركه انفيديا. شركه انفيديا دي النهارده السهم بتاعها بحوالي $140 أو $150. دي شركة ايه للناس اللي مش عارفة برضه؟ شركة انفيديا دي أكبر شركة في العالم النهاردة. دي بتحاول تبقى المخ بتاع الكمبيوترز بتاع العالم. هي اللي هتمشي العربيات وهي اللي كل الGPUs الجديدة. يعني ChatGPT من غير الشيبس بتاعت انفيديا ما كانتش طلعت. فهي هي المخ هي المخ بتاع ChatGPT. ايه علاقتك بChatGPT؟ يعني ChatGPT طلع في نوفمبر 22.
فانا قررت ان انا ابقى مولود 1/1/23 ان انا لازم اتعلم كل حاجه من الاول وجديد، عشان كل اللي انا عرفته قبل كده is not exist. واللي انا بعرفه النهارده بقول ان انا بعرفه لمده 2-3 لكن ممكن السنه الجايه كله يتغير. انا مؤمن يعني بكذا حاجه، منها ان الناس لازم تفضل تتعلم كل يوم، دي اهم حاجه. ولو عايز يبقى رساله انا بقولها لكل الناس انه لازم يبقوا همبل ويتعلموا كل يوم، عشان الشغلانه اللي موجوده النهارده انا مش متاكد انها موجوده بكره. فلازم كل يوم نتعلم حاجه جديده. الحاجه التانية ان احنا لو عرفنا نعيش 10 سنين كمان هنعيش 50 سنه. التكنولوجي بتتطور جدا، وبعد 5 سنين هيبتدي الكمبيوتر هو اللي يعمل لنا أدوية ويعمل لنا يعني كل العلاجات اللي احنا عايزينها. we need to be ان احنا نبقى always updated و always humble. هرجع تاني لنقطة ان انت استثمرت في الشركة دي وعشان شايف فيها المستقبل وشايف ان this is the right investment. ايه تاني او شايف يعني هو التكنولوجي this is the right investment في المرحلة the right investment. التكنولوجيا والتعليم. التكنولوجيا والتعليم. قبل ما اتكلم على التعليم عايز ارجع تاني لحته ان الرحله وان كبرت ومش عارف ايه. عايز اتكلم على برضو مرحله فارقه في حياتك، وفي ان الشركه في الاخر بعد وفاه والدك الله يرحمه في 2016 وكانت برضو نقطه فارقه، وان انت خلاص اللي شايل الشيله. اتعاملت مع ده ازاي؟ هل كانت شيله تقيله؟ شفتها ازاي ساعه لما ده حصل؟ ابويا الحمد لله كان مش ماسك كل الامور بايديه، فده كان ميزته ان انا كنت معاه وكنت بشوف النجاح وكان بيسيبني اغلط بيديلك مساحه وبيسيبني اتعلم. ووالدي تعب يعني كذا سنه قبل ما يتوفى، يعني كان مربيني كويس يعني قصدي يعني كنت مستعد لده. كان بيأهلك ده اللي هيحصل. بالظبط. ده سببه ايه؟ النهارده بتحس ان المشوار اللي وصلت بيه في نجاح وفي نجاح فائق، ده حصل ازاي من وجهة نظرك؟ انه اي حاجة او اي مجال اخش فيه احاول اعمل فيه اضافة. فالمجال اللي هخش فيه ما اعرفش اعمل فيه اضافه يعني مش هتخش فيه. ايه المجالات اللي داخل فيها دلوقتي؟ التكنولوجي زي ما بتقول، كنت بتتكلم على التعليم، ايه علاقه الكراسي والخشب بالتعليم؟ ايه اللي دخلك في الحته دي بجانب التكنولوجيا؟ انا المجالات الاساسيه اللي انا داخل فيها جديده هو التعليم الجامعي والتعليم العادي والتعليم عن بعد والتشغيل. يعني انا كل الجامعات اللي انا جايبها عشان اعلم الناس اللي انا عايز اعلمه لهم، مش اللي هم عايزين يتعلموه. عشان انا مش مقتنع انه مثلا عندي موظف بنته جايبه 98% في ثانويه عامه، هتدخلها ايه يا ابني؟ هدخلها ألسن ايه يا عم؟ دي بنت جايبه 98%. بعد سنه او 2 انت كلمني بالانجليزي وانا هسمعك بالعربي. فمش محتاجين حد يترجم. يعني موضوع الترجمه والكلام ده كل ده حاجات ملهاش لازمه. فالناس مش عارفه الطب اللي احنا طايرين بيه بالسما. النهارده الكمبيوتر جايب 98% في الطب، واحسن دكتور في امريكا جايب 70% في الطب. انت النهارده تثق في الكمبيوتر تسأله في الطب أحسن من ما تروح تسأل الدكتور. فأنا قصدي إحنا لسه عندنا معتقدات يعني راسخة. فعشان كده أنا جايب أكبر يعني 4 جامعات كبار جدا من أمريكا، بس جايب التخصص اللي أنا شايف إن الناس محتاجاه. اللي هو إيه؟ جايب يعني سايبر سيكيورتي، جايب تكنولوجي، جايب برودكت ديزاين، جايب انجينيرينج، جايب فاشن. الحاجات اللي انا شايف ان هي لسه مش موجوده بالدرجه الكافيه ومحتاجه لسه كتير. بالظبط. احكي لي إيه انت عامل ايه بالظبط في التعليم؟ ايه مشاريعك؟ ايه انا عارف نكست ايرا مثلا، عارف اشرح لنا برضو بالظبط ايه انا الاول ابتديت بالمدرستين. انا الاول ابتديت بان انا مساهم في فند في مصر عنده 20,000 طالب. الفند عنده مدارس الحياه وعنده مدارس طلعت مصطفى. فرحت مرة وأنا بزور المدارس دي، رحت مدرستين، واحدة ب180,000 وواحدة ب20,000. الاتنين جنب بعض بالظبط في مدينتي. المدرسة 20,000 أنا I was impressed بالطلبة والمديرة والمجهود والريزلتس. فقررت أتبرع لهم بكلاس AI عشان ثانوي. وبعدين قلت طب
انا عايز اعلم طلبه من اول FS1، عايز اعلمهم كودينج وعايز اعلمهم تكنولوجي. وانا الخبره بتاعتي ان انا كل ولادي سفرتهم امريكا. طب ليه ما انا ما اعملش مدرستين، واحده بريتش سيستم واحده امريكان سيستم، ويبقوا بسعر مخفض، وعلم الطلبه احسن تعليم. فرحت للصندوق السيادي وعرضت عليهم الفكرة، ودخلنا مع بعض في المدرستين دول. وافقوا عملتوا؟ وافقوا. هم دخلوا بالأرض وأنا دخلت بالمباني. وعملنا المدرستين دول، واحدة اسمها سيلز واحدة اسمها ويلز. ده قبل شارك تانك؟ ملهاش. لا دي يعني المدرستين احنا في تاني سنة دلوقتي. والمدرستين خدوك لإيه بعد كده؟ يعني برضو انك كل ما المدرستين لقيت بقى ان انا هدفي من المدرستين دول ان انا عايز الطالب عندي يطلع من المدرسة يشتغل. بس المدرسة انا لسه فاتح يعني دي سنة تانية، لسه هستنى 10 سنين. ده 10 سنين ده كتير قوي. انا مساهم في شركة اسمها EUS، دي يعني من يعني كده زي ما ندوبك سمارت ان شاء الله تبقى من اليونيكورنز. بتعمل ايه EUS؟ EUS دي بتعلم، ده ولد برضك من اسيوط اسمه مصطفى عبد اللطيف. ده اي خريج لو سبت الشغل بتاعك او انت بتشتغل من شغلانه لشغلانه، فبتعلمك ازاي تتعلم سكيلز جديده. أوكي. فده انا كنت مساهم معاه في 2022. فاليويشن تقريبا $1.5 مليون، $2 مليون. النهارده اخر فاليويشن يعني فوق $120 مليون، وهو في 22 دوله ما شاء الله. فده جبته عندي في الليفينج روم. الكلام ده ما كملناش 6 اشهر. في خلال 6 اشهر كنا جايبين 4 جامعات من أمريكا، جايبين ماساتشوستس يونيفرسيتي، جايبين إلينوي يونيفرسيتي، جايبين إدريك يونيفرسيتي، جايبين كوليج دي باريس، وجايبين جامعة اسمها ناكسفورد أونلاين إديوكيشن، بتدي ماستر ديجري وبتدي دكتوراه. وجايبين حاجة اسمها 0 to 1، ده معهد بنعلم كودينج. وده عندنا ناس من 15 سنة في المعهد دوت لحد 85 سنة. there is no excuses في التعليم. وبنضمن لخريجين المعهد ده انه هياخد minimum salary of $2,500 per month. you believe very much على أهمية التعليم، وقد إيه الدور اللي ممكن تلعبه بقى النهاردة بعد السنين دي كلها في إنك تأهل وتطلع ناس وتعمل كل ده. بالظبط. احكي لنا على نكست ايرا برضو، أنا عارف إن دي من الحاجات اللي تمام. الفكرة في نكست ايرا إن إحنا عايزين نعلم النكست ايرا نيدز. إحنا مش عايزين نعلم التراديشنال. دلوقتي التعليم لازم يتغير كل يوم. فاحنا عايزين نعمل جامعات تتغير كل يوم. واحنا عايزين الناس تغش مننا، يعني عايزين نبقى فيروس كل جامعات مصر تاخد مننا. احنا عايزين نخلق جيش يعرف يدافع عن مصر. والجيش اللي جاي ده مش هيعرف يدافع عن مصر إلا بالتكنولوجي. الحرب اللي جاية مش هتبقى حرب دبابات، محدش هيروح لحد، كله هيبقى قاعد في مكانه، والطيارات هي اللي بتروح وبتضرب وبتموت وبتعمل كل حاجه. ده اللي بيحصل لك. انا مبهور بصراحه بقد ايه التكنولوجي، قد ايه عرفت تجاري التكنولوجي وانت بيرسونلي وتبقى عارف كل حاجه بتحصل. فدي حاجه طبعا واضح انها من زمان او انت شايفها بدري شويه، بس طبعا شيء مبهر يعني. وانا ولا مهندس ولا خريج IT ولا انا خريج تجاره. ما فيش حاجه تقول ان الواحد عنده ليميت في انه يدخل اي مجال عشان هو مش خريج المجال ده. وانه ممكن يتعلم اي حاجه بالزبط. ويبقى بيفهم فيها وبيكبر بالزبط. فيها وكل ده بالظبط. عايز اتكلم على تجربه شارك تانك. اولا اول ما جالك التليفون من شارك تانك قبلت على طول ولا ترددت في الاول؟ يعني انا كنت معاهم في الطبخه في التحضير بتاع شارك تانك. وكانت الفكره ان احنا عايزين نعمل حاجه عشان مصر
يعني انا كنت بستثمر في الستارت ابس قبل شارك تانك. صح. يعني في التكنولوجي كومبانيز وكده اللي منهم ايوس. أيوة. كنت شايف ان في بوتنشال في مصر محتاج يطلع. فكانت فكره شارك تانك دي كانت عجباني ان احنا عايزين حاجه كده في مصر. ايه اللي ضاف لهم حماده فاروق؟ ايه الحاجه اللي ما كانتش هتبقى موجوده عندهم لو انت ما كنتش موجود في ال2 سيزونز اللي فاتوا من تجربتك في شارك تانك؟ يمكن برضك انا دايس قوي في موضوع التكنولوجي، فبرضك هم تشجعوا لما لقوا حد مثلا حابب التكنولوجي، فخلوا شركات كتير قوي من بتاعه التكنولوجي يعني تيجي. وزائد ان انا يعني بحاول اشجع كل المستثمرين ان هم حتى يجوا ضيوف. التجربة بالنسبة لي حتى أنا مفيدة، يعني صح. أنا بتكلم إحنا لما بنبقى في شغلنا ما بنبقاش قادرين نشوف غير النطاق اللي حوالينا. وقت البانديميك كان عندي وقت أقعد أذاكر، واكتشفت يعني انفيديا دي أنا يعني زودت فيها جدا وقت البانديميك. فكنت قادر أقعد وأقرأ وذاكر حاجات جديدة. لكن الواحد في الديلي بيبقى مشغول بالشغل بتاع كل يوم. فشارك تانك بتديك فرصة انك تشوف اكسبوجر يعني مختلف. حصل ده معاك، ففعلا حاسس بتأثيره والإمباكت بتاع ده عليك جدا طبعا. والتكنولوجيا عامل أساسي في أي ستارت اب بتخش فيها طبعا، أساسي بالظبط. احكي لي على رأيك في الستارت اب سين والانتربرينورز ورجل الأعمال بعد التجربة برضو السنتين اللي فاتوا. إيه رأيك في السين؟ يعني كويس، بس ممكن يبقى أحسن من كده بكتير، عشان أنا شايف إنه إحنا ما عندناش حجة إن إحنا نقول we don't have resources موجودة عند أي حد بره. خصوصا بعد شات جي بي تي لما نزل خلى العالم كله رجع من الأول كلنا زي بعض. يعني كلنا لازم نتعلم. لما أنا بقول 1/1 أنا مواليد 1/1/23، كل العالم مواليد 1/1/23. في شركات كبيرة جدا أنا شايف في الفترة اللي جاية هتنتهي نتيجة لشات جي بي تي. شغلانات كتير، شركات كتير، شغلانات كتير. يعني lot of software companies هتتبلع باللارج لانجويج موديل. في شغلانات قليله هي اللي في الفتره اللي جايه هي اللي هتفضل موجوده، هي اللي هتستمر. بس عايز اعرف برضو ايه اللي ناقص في السين؟ ناقص ايه الشباب دي غير ان هو التكنولوجي ويبقوا اب تو ديت ومش عارف ايه؟ بس ناقصهم ايه كشباب صغيرين كجنريشن زد؟ ايه اللي ناقصهم كانتربرينورز؟ ناقص ان احنا نعمل بارتنرشيب اكبر مع الدوله، انه تستفيد بالشباب دي في ان هي تاخد معاهم ريسك وتطبق التكنولوجي بتاعتهم في قطاعات كتير قوي في الدولة. احنا بنستسهل ونجيب حاجات من بره جاهزة عشان طبعا much more secure و much more better طبعا، يعني ما فيش كلام. لكن لو عرفنا ان احنا نعمل تعاون ما بين الدولة، يعني زي فكرة زي شركة اي فاينانس، زي شركة الشركات الكبيرة ديت اللي الدولة دعمتها، فعشان كده هي كبرت بهذا الشكل طبعا، بقى لها كيان كبير. فكل الشركات الكبيرة يعني في أمريكا دي أساسا ابتدت بأنه CIA بتدعمها، وانه مؤسسات الدولة الكبيرة هي اللي بتدعمها. بتبص على ايه لما بتيجي تختار انك تستثمر مع حد معين؟ ايه العوامل الاساسية في اختيار انت تخش مع مين؟ يعني طبعا الفكرة لازم تبقى عجباني طبعا بس الشخص ويبقى الهدف برضك. لكن هو برضك هم يعني 90% هي الاشخاص. ولما بتبص على السنتين اللي فاتوا والناس اللي دخلت معاهم، تقيم التجربة اللي كويس منها اكتر من اللي وحش. how do you see السنتين اللي فاتوا نتيجتهم ايه؟ عندي انبهار بالصعيد. يعني انا ما كنتش اعرف حاجة خالص عن الصعيد لحد ما اتعاملت مع مصطفى بتاع ايوس، واتعاملت مع مندوبك سمارت مع مندوبك سمارت، واتعاملت مع ويعني كذا شركة تانية. يعني لدرجة ان انا بقى عايز اروح افتح مصانع في الصعيد، عايز الجامعة الجاية عايزها تبقى في الصعيد. شايف ان في بوتنشل هناك رهيب جدا. يعني لو ربنا كرمني وواحدة من الشركات اللي انا مساهم فيها دي بقت يونيكورن، اول يونيكورن في
في مصر تطلع من الصعيد، ده يعني هتبقى احلى حاجه انا حققتها في حياتي. طبعا. هل ندمت على اي قرارات او اي دخول في شركات عمري معينة؟ ما بندم على عموما اوكي. عمري ما بنسى، انا بنسى ايه اللي حصل امبارح يعني. يعني انا بقول لك لما خسرت يعني نص فلوسي، خسرت بشرف وقلبت الصف. قلبت الصف على طول. ايه اللي الناس ما تعرفوش عن حمادة فاروق؟ ما فيش حاجه متهيألي، عشان انا يعني ما يعني انا من النوع اللي ما بخبيش يعني. what I have I say. كل الناس عارفة عني ان انا يعني دغري. ما عنديش يعني what you see is what you get قوي يعني. ده حقيقي. احكيلي عن يومك ماشي ازاي الاول. يومي ماشي ازاي؟ انا يعني بصحى بدري من الساعة 8 للساعة 9 الصبح. ما بلاقيش غير مثلا في 4 من يعني من أصحابي هم اللي بيبقوا صاحيين في مصر، فهم دول اللي أنا بكلمهم يعني في الشغل، أو هم بيكلموني. وبعدين بروح المصنع أو المكتب. بتروح المصنع كل يوم؟ يعني يا المصنع يا المكتب. يا المكتب. وبدير كل الأوبريشن بقى من هناك لأي حاجة يعني. هاندز اون في الاوبريشنز؟ لا مش يعني عندي الاستاف طبعا هو في الاوبريشن، بس انا براجع، بيجيبوا لي يعني تقارير. بس انا طبعا يعني انا بحب يعني انا بحب اخش في الديفلوبمنت، احب اخش في البرودكت ديزاين. يعني في حاجات كده انا لسه بحب ان انا تبقى يعني متدخل فيها. ديو مايكرو مانج؟ لا خالص. بتدي المساحه للناس اللي معاك خالص. وناس واثق فيها وعارف يعني انا لما دخلت موبيكا كان الافريج ايج للمديرين يعني 60 وشويه. انا دلوقتي بقيت اعجز واحد. عجباك الشهره من شارك تانك؟ ايه رايك في الشهره؟ لا، انا ما كنتش حابب الشهره يعني للاسف. عشان انا بحب ان انا ابقى يعني على راحتي. وبعد التجربه وبعد السنتين عجباك الشهره مش عجباك؟ لما بحس ان حد بيستفاد بقول طب كويس. يعني واحد قابلني أردني وأنا مسافر، قال لي أنا طبقت اللي أنت كنت بتقوله في شارك تانك في شغلي، فمبيعاتي في المحل زادت من كذا لكذا. فبتبقى ساعات بتبقى حاجات كويسة يعني. إيه الوحش في الشهرة؟ أو إيه الحاجة اللي ممكن تبقى بتضايقك؟ إن العين تبقى عليك من غير سبب يعني. إيه اللي بيبسطك في الحياة؟ إيه الحاجات اللي بتمتعك؟ أنت بتحب اللبس، بتحب ايه؟ وبتحب برضو احكي لي عن ازيائك وطريقتك في اختيار هدومك، مختلف ومميز بشكل ما. بتشوف ايه في الحتة دي؟ انا بحب ابسط نفسي يعني. فبالنسبة لي اللبس من الحاجات اللي يعني بتبسطني جدا. ايه بيبسطك تاني؟ ايه اللي بيديك سعادة او شعور بالانبساط او الرضا او كده؟ ان الناس تبقى بتحبك. يعني متهيالي مفيش حاجة أكتر من إن يعني أصحابك يبقوا بيحبوك وإنه يبقى عندك نتورك فريندشيب أكتر من نتورك يعني مصالح. أنا معظم أصحابي ما هماش يعني، حتى في منهم يعني بشاركوا في وقت من الأوقات، بس مينلي هم أصحابي يعني. مع الفلوس والشهرة وحاجات كتير بتيجي برضو مصالح، وناس عايزة تتقرب منك، وناس عايزة تعمل شغل معاك بشكل ما. بتعرف ده ازاي او بتتعامل مع ده ازاي؟ من الطريقة. متهيألي بقى عندي خبرة دلوقتي ان انا اقدر اعرف الناس عايزة ايه يعني. ما شاء الله، عندك عيلة جميلة وعندك 5 أولاد وعندك زوجة كانت معاك طول حياتك. فبرضو عايز أعرف دور الأسرة أو دور الزوجة السند، أو الرحلة دي لما بيبقى فيها ناس سبورت معاك، هل ده جزء من النجاح أو طريقة أو بيساعدك في النجاح بتاعك؟ كلنا متناغمين مع بعض. ده أنا طالع من بيت كده ومراتي طالعة من بيت كده. ففعلا زي ما أنت بتقول إن العيلة هي أساس كل حاجة. احكي لي عن ولادك. بيشتغلوا معاك؟ هيشتغلوا معاك؟ بيفكروا انت بتقول كلهم اتعلموا في امريكا. قول لي كده طبيعه. انا بنتي الكبيره هي
هي ذوقها يعني زيي بالظبط، بس هي دلوقتي بقى متجوزه ولسه مخلفه عيل. مبروك، بقيت جد. بقيت مبروك. جبت محمد. ما شاء الله، ربنا يخليه. فكانت المفروض هتشتغل معايا بس ما بتشتغلش. فمن المنصه دي بناديها ترجع تعالي تاني. اشتغلي معايا. فاروق اللي شغال معايا، ونور برضك ودينا برضك شغالين معايا. حلو. لو كانوا قالوا لك مش عايزين نشتغل، لو كانوا قالوا لك عايزين نفضل في امريكا، كنت هتتعامل مع ده ازاي؟ لا، ما افتكرش ان يعني انا اول واحد صفرت في اصحابي يعني بنته امريكا. يعني جدتها الله يرحمها السويسريه هي اللي مربياها، فكانت متربيه يعني تربيه يعني فكل اخواتها والناس اللي جم عليها اتطبعوا بيها. فخلقوا كوميونتي دي كده ظريفه جدا. ما حدش قال لك عايز افضل في امريكا؟ كلهم رجعوا. لو حد من الولاد قال لك انا مش عايز اشتغل معاك خالص وعايز افتح حاجه بتاعتي ومش عايز يعيش في جلباب ابي، هتعمل ايه؟ ممكن طبعا، ممكن يحصل. ممكن. بتعلمهم ايه اللي اتعلمته من والدك بتحاول تعلمه لهم؟ ايه طبيعه علاقتك بيهم وعايز تعلمهم ايه؟ يعني الكبار منهم يعني فاكرين ابويا شويه، والحمد لله احنا كلنا عايشين بالذكرى. يعني يعني حتى ابني اول ما اتخرج اخدته معايا للدكتور المتيني في جامعه عين شمس، فبقول له فاروق، فبيقول له اقعد، انا كنت اعرف جدك وجدك كان بيعمل كذا وكذا 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 وكذا. فانا قصدي انه يعني لما تشوف كده ولما تشوف ان ابنك فخور بجده، هو هيتطبع بكده. وانت تبقى حاسس انك انت مسؤول انك تحاول على قد ما تقدر انك انت تسيب ذكرى كويسه. يعني مفيش حد بيعيش له حاجه غير ذكراه. فانت عايز على قد ما تقدر انك تدو جود ثينجز عشان الناس تفتكرك بحاجه كويسه. نفسك الناس تفتكرك بعد عمر طويل، ايه الليجاسي اللي نفسك تسيبها لولادك وللناس اللي استثمرت معاهم؟ ان انا غيرت التعليم في مصر. التعليم. ان انا غيرت التعليم في مصر. ده اللي انا نفسك تعمله وماشي على هذا الطريق وهتكمل فيه. انا يعني زي ما بقول دايما، انا عمري ما هقول ان انا اللي عملت موبيكا. انا نفسي ان موبيكا تستمر. يعني موبيكا 40 سنه السنه دي ما شاء الله. ولا 45 سنه، فنفسي ان موبيكا تستمر. لكن لو نفسي حد يفتكرني بحاجه ان انا غيرت التعليم في مصر. متاكد انك هتعمل فرق في التعليم وفخور بكل حاجه وصلت لها. فيري ملهم جدا هذا الكلام، وفكره انك تتعلم في سن كبير وانك تفضل عايز تتعلم وعندك شغف للحياه وعايز تكبر ولسه حاجات كتير قوي عايز تعملها. هنستنى ونشوف. انا متاكد انك هتعمل حاجات كتير قوي لسه يا رب هنفرح بيها وهنشوفها. بتمنى لك كل التوفيق وشكرا على المقابله الجميله دي. ربنا يخليك. شكرا. عندنا قصة نجاح حلوة جدا من أسوان، دخل معاهم حمادة فاروق وأحمد السويدي، وهنتكلم معاهم النهاردة ونشوف قصتهم وإيه اللي حصل. وبعد سنة أو أكتر من دخول الشاركس، الشركة النهاردة وصلت لفين. معانا مصطفى وصفي ومحمد الحافظ من مندوبك سمارت. رحبوا لنا بيهم. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا مرحبا. احنا عملنا انترفيو مع بعض زمان في الموسم الاولاني من سنتين تقريبا. من سنتين تقريبا فعلا. عدوا بسرعه. والنهارده بعد سنتين مش دبلتوا الارقام، وديتوا الارقام في حته تانية خالص. فعايزين نعرف الحكايه وايه اللي حصل. هتكلم في الاول عن انتوا من اسوان، وبادئين من طول حياتكم عايشين في اسوان. وانت خريج جامعه ايه؟ مظبوط. لا انت خريج جامعه المنيا. مظبوط. عايز اعرف، وانت كنت مندوب مبيعات. مظبوط. عايز اعرف الفكره جات لك ازاي، واشرح لنا ازاي جت وبدات مندوبك سمارت. طيب، هو في الاول انا اتخرجت في 2011 من الكليه. وكنت قبل كده كان عندنا بيزنس فاميلي شغالين في القطن يعني والتنجيد وكده. بس ما كنتش حابب الشغلانه دي كتير لان انا كنت شايف ان انا مش هكبر فيها. فيمكن انا عملت ريسيرش عشان خاطر اشوف ايه ممكن شركه او اشوف ايه ممكن شغلانه انا ادخل فيها عشان خاطر اكبر فيها. لقيت المبيعات هي الحاجه الوحيده اللي ممكن
تشتغل فيها وتتدرج لحد ما توصل لمكان كبير. وبالفعل اشتغلت من 2012 لحد ما عملنا مندوبك سمارت، وانا شغال في المبيعات، ما اشتغلتش اي حاجه تانية. ابتديتها من اول مندوب تجزئه، مرورا بمندوب جمله، مرورا بمشرف مبيعات، مرورا بمدير فرع، لحد ما اتقابلت انا ومحمد انتوا اصحاب اصلا؟ احنا اصحاب وقرايب وجيران. طبعا المعرفه من زمان. طبعا. وجات الفكره من هنا. جات ازاي، او ايه الفرصه اللي انت شفتها فين حسيت ان دي ممكن تبقى فكره كويس؟ والله خليني اقول لك ان انا زمان ما كنتش اعرف يعني ايه ابلكيشن اصلا. يعني محمد اشطر مني بصراحه في التكنولوجيا بكتير. ولكن انا الفكره جت من فين؟ الفكره جت كان في مسابقه على الفيسبوك شفتها، حاجه لها علاقه برياده الاعمال. ما كنتش اعرف يعني ايه رياده اعمال اصلا كمان. فكنت فاكر ان هو بس جاست ان احنا هندخل دوره نتعلم فيها ماركتنج، نتعلم فيها سيلز كويس. فمحمد اصلا عنده مصنع تعبئه وتغليف، فقلت له ايه رايك نروح ونشوف. دخلنا لقينا ان في مسابقه، ودخلنا لقينا ان الموضوع اتطور. احنا داخلين ان احنا هنعبي سكر ورز ودقيق، تعبئه وتغليف لمندوبك اللي احنا فيه النهارده. ولما مصطفى جه قال لك على الفكره وقال لك يلا نعمل كذا، تحمست، ترددت، حسيت بايه ساعتها؟ والله الاقدار خدتنا يعني، عشان ابقى صادق معاك. طب هو مندوبك سمارت بيعمل ايه برضو؟ الناس اللي بتتفرج علينا عايزك تشرح لهم مندوبك سمارت بيعمل ايه. مندوبك سمارت هو منصه بتوصل لمحلات البقاله كل احتياجاتهم. احنا بزنس بي تو بي. احنا بنشتغل في صعيد مصر. احنا حاليا من المنيا لحد اسوان. ولسه في صعيد مصر لحد دلوقتي؟ فقط ما جيتوش هنا؟ صعيد مصر 40% من طبعا وغير مستغل، فحلو ان انتوا بداتوا هناك وبتكبروا هناك. دي يعني قصه نجاح اصلا. بالظبط وده اللي خلى شارك يبقى متحمسين لينا يعني. صح. وبداتوا ازاي بقى فعليا؟ يلا بينا وهنبتدي مندوبك سمارت، عملتوا ايه؟ الاول احنا تعرفنا على محمد حامد، ده السي تي او في الشركه معانا، هو مش موجود النهارده يعني. فهو الجيك بقى، هو اللي بتاع التكنولوجيا. رحنا له، احنا ما نعرفش يعني ايه ابلكيشن، فقال لنا الموضوع كبير ويعني هيكلف. فلمينا انا ومحمد فلوس، رقم كده، ورحنا اخدنا الفلوس من جيبكم الخاص. فمضينا عقد مع السي تي او ان احنا خلاص هنعمل ابلكيشن. ما كانش هو لسه سي تي او في الشركه ولا حاجه. ما دخلتوش شريك يعني، كان عقد على ان هو يعمل لنا بس لان احنا برضو الافق لسه ما جابش معانا احنا رايحين لحد فين. وبالفعل مضينا العقد. وفي حاجه طريفه يعني، محمد بعد ما خرجنا من الميتنج ده طبق العقد وقال لي خد العقد ده، انا مش هينفع اروح بالبيت، لان انا لو روحت بالبيت هتبقى مشكله. ويعني ناسي في البيت هيقولوا لي انت مجنون، انت دافع فلوس دي كلها في حاجه ملهاش لازمه يعني. فقلت له طب وانا برضو مش هينفع اروح بيه. فحطيته، طبقته وحطيته في مكان في العربيه ومحدش يعرف اي حاجه. لان انت متخيل حد من الصعيد او من اسوان بيعمل ابلكيشن عشان خاطر يغير الشغل التقليدي بتاع 100 سنه فاتوا، هيغيره في لحظه. فكان مشكله او السوق كان هل هيقبل كده ولا لا. السوق قبل كده بقى ولا لا؟ هذا هو السؤال. ازاي عرفتوا تقنعوا الناس اللي بتشتغل بطريقه تقليديه جدا ان الاب دي هتحل لهم مشاكلهم؟ والله هو الاول يعني كنا متخوفين من ده يعني، لكن واحده واحده والله اتغيرت الناس. وانا اقول لك انه لا ما شاء الله يعني، حتى الفئه العمريه في ناس كبيره في السن شغاله معانا وشغاله كويس. هي محتاجه شويه صبر، ومحتاجه ان انت برضو تعلم اللي قدامك. ومجرد ما الاقي ادد فاليو عندك هيستجيب على طول، وهيطلب وهيشتغل وهيكرر وهكذا يعني. كان في مقاومه في الاول، في ناس ما رضيتش، وبعد كده لما شافت وفهمت غيرت رايها؟ في الاول كنا احنا 6. افتكر محمد كان بينزل يسلم في الاول بنفسه. فروحنا لعميل في اسوان، سلمنا له البضاعه، فمحمد بيكلم يعني بيشوف رايه، ايه رايك؟ فقال له انتوا 6 شهور هتقفلوا. فقال له ليه؟ مش قال له انتوا ترند بس دلوقتي و6 شهور هتقفلوا. ولك ان تتخيل ان احنا اصحابنا الشخصيين ما كانوش مقتنعين في الاول كمان. اللي احنا ماشيين في طريق، احنا كنا انا ومحمد قافلين ودنا، بنسمع بس احنا مصممين ومثابرين في اللي احنا ماشيين فيه. لان احنا شايفين يعني، ممكن نكون شايفين قدام شويه احنا رايحين لحد فين. امتى عرفتوا ان اللي انتوا بتعملوه ده صح؟ امتى ده حصل؟ الاول انا تاجر بقاله اصلا يعني. انا الفيدباك بتاعتي في الشغلانه اصلا. فانا من اعدادي في المحل البقاله بتاع والدي. يعني اصلا طريقه تفكير الراجل ده انا فاهمها كويس. خلاص بلس على كده انه انت في البدايات
ما كانش في ملاءة مالية ان تعمل شغل كتير. احنا مجرد 500,000 خدتهم قرض كده من اخويا كده، يعني حاجة يبتدي بيها، زقنا بيها، ربنا يباركه يعني. فلما اشتغلنا عملنا دايرة صغيرة كده حوالينا، وابتدينا نقنع الناس اللي في الدايرة الأولانية دي، ونبتدي نكبر بالدايرة واحدة واحدة. وطبعا ده خد مننا مجهود كبير جدا. في البدايات انت بتقنع الموظف مش بتقنع العميل. الموظف مش في صفك. انا لا زال افتكر موقف، كان حد مدير في شركه كنا عايزين نعمل معاه ديل، ومدير اريا مانجر، فبنقول له كذا، ده مستحيل، العميل لازم يفتح باب العربيه كده ويشوف جواها ايه البضاعه عشان يشتريها، يشتري من الابلكيشن ازاي. فلا، هي محتاجه شويه صبر ومحتاجه هي دي الرؤيه اللي انتوا بتبقوا شايفين حاجه الناس كلها مش شايفاها ومش مصدقه فيها، وتقنع في الاول شويه ناس بليفرز او ناس بيصدقوا في هذا الحلم او الفكره دي، ومنها بتكبر طبعا. الدايره. انت بتقول الفلوس اللي خدتها والقرض اللي خدته. احنا هنا في بيوند تانك السنه دي بنسال سؤال، عملتوا اول مليون جنيه ازاي؟ احنا حطينا نقطه كده في اسوان اللي هي البدايه بتاعتنا، ورسمنا دايره حدود المكان من اوله لاخره عشان خاطر نشوف مدى قابليه الفكره. كنا في الشهر ممكن نبيع مثلا ب 600,000 جنيه تقريبا، فكنا ممكن نعمل مليون جنيه دول مثلا في شهرين. ده زمان بالوضع بتاعنا. صح. النهارده الحمد لله احنا بنعمله ممكن في يوم. الحمد لله. انا عارف ان انتوا لما دخلتوا شارك تانك كنتوا بتقولوا ان انتوا بتعملوا مبيعات او 5 مليون 5 مليون 6 مليون في السنه. ايه دور التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا من ساعه ما ابتديتوا لحد النهارده، واهميتها والدور اللي بتلعبه في البيزنس عمل ازاي؟ كتير قوي يعني. نبتدي خالص من البدايات. احنا من ان احنا نعمل ابلكيشن. الاول كان عندنا مرونه يعني جامده، ان احنا مش شرط الابلكيشن، كان ممكن بالتليفون، كان ممكن باي اداه، بس احنا لازم يبقى بري اوردر، ما يبقاش عشان يبقى نفس الستايل بتاع الابلكيشن عشان نعود الناس الاول. بعد كده دخلنا على موضوع الابلكيشن، بعد كده ابتدينا نطور في شكل الابلكيشن. بعد كده ابتدينا ندور الفاتوره تطلع صنف كده ناخدهم ونوديهم للعميل. لا، بقي في مخازن، وبقي في تنظيم للمخازن تكنولوجي طبعا، وبقى في بقى انه الطلبات من قبلها ب 24 ساعه بنسلمها هكذا يعني. وابتدينا نكبر بقى سنه لحد مثلا ان احنا المناديب نعمل لهم لوكيشن، خطط مبيعات، خطط سير، كل ده بنتطور فيه ومش هنقف فيه طبعا. ده مستحيل يعني مدى الشغل بتاعنا. التكنولوجيا هي اللي سيئانه. دلوقتي كمان بنطور حاجات يعني في الذكاء الاصطناعي، ان هي تقول للعميل ايه الحاجات اللي ممكن يشتريها مناسبه للاريا بتاعته ومناسبه للمكان بتاعه وطلباته اللي قبل كده وكل حاجه. كل ده كل يوم في تطوير، كل يوم يعني. احنا يعني CTO بتاعنا الله يبارك له بشكره من هنا، يعني يوميا في خناقه. انا فاكر CTO كان فرحه يوم الفرح هو بيلبس البدله كان بيعمل معنا شغل والله العظيم. ده ساعتها يعني هو حظه للاسف وحش، حصل بج في السيستم وهو هو في السيشن، ويعني فتح اللابتوب، فمراته بتقول له طب يعني احنا هنتجوز. ويمكن انا عايز اضيف على كلام محمد حاجه في الحته بتاعت الشغل عموما. احنا عشان في الصعيد ما عندناش اكس كوربريت كذا ولا كذا ولا كذا، فاحنا يمكن كل الناس اللي في التيم بتتعلم وانتوا شغالين، بنتعلم وبنطور على حسب السوق ما هو عايز طبعا. وده لسه الناس اللي معاكم ناس من الصعيد وكل حاجه، وناس احنا معانا ناس بقى لها 3 سنين. وكنت بداتوا ب6 اشخاص، النهارده بقيتوا كام واحد؟ النهارده احنا 180 ما شاء الله. شريك نجاح، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان هم يعني نبقى احنا العيله بتاعتهم ونكبر مع بعض، ويكونوا المكان بتاعنا هو مرتاح، هم طبعا يفضلوا مرتاحين فيه. طيب عايز اتكلم على تجربه شارك تانك. ايه اللي خلاكم تروحوا شارك تانك؟ والله بالصدفه مصطفى هو اللي قدم. انا دايما كنت في الشغل. كان ايه الهدف؟ كنتوا عايزين تقدموا ليه؟ يعني عملنا الموضوع ده على الارض وخلاص متاكدين ان الموضوع لانه خلي بالك امانه الفلوس مش سهله. ان انت تقول لمستثمر انا عاوز جنيه عشان خاطر اشتغل اعمل بيه كذا، دي امانه طبعا. لكن بعد اتاكدت خلاص فبندق الابواب بقى ساعتها. شارك تانك، اي مؤتمر، اي حاجه كنا بنشارك كان فيها. الهدف انك تسكيل، انك تكبروا بالظبط. هو احنا لا وانتوا كمان كنتوا السيزون الاولاني، فكان قبل حتى ما ينزل في مصر ما كنتوش تعرفوا بالظبط. فقدمت ودخلنا تقريبا 2 أو 3 شهور في التريشن بقى لحد ما وصلنا لحد الاورينتيشن. وبعد كده انا فاكر كويس، انا مره رجعت من على باب المحطه، كان معايا تصوير بكره، رجعت من على باب المحطه، كان حد من الاعداد كلمني قال لي والله الحلقه اتلغت. المره اللي بعدها الحلقه اتلغت. ليه؟ اصله في حد من الشاركس بيعمل عمليه،
المره الثالثه اتلغت برضه. فانا فقدت الامل خلاص. يعني اللي هو انا مش هروح خلاص، هو مش مكتوب لنا، مش كاتبها. والله مش مكتوب لنا وخلاص مش هنروح. لحد ما رنوا علينا ورحنا. يعني كان في مصادفه كويسه في الموضوع ده. يعني انا كنت ساعتها متعين في شركه، فكنت انا طالع هطلع لايف خلاص على الهوا. يعني هو خيار من 2 بس، ما لهمش تالت. يا اما انا الناس اللي انا في الشركه معاهم هيشوف الفيديو، وانا لو ما خدتش ديل فانا هتفصل هقعد في البيت. يا اما انا طالع انك ميت وانهم لا ميتون، فانا طالع ان شاء الله هنجيب الديل هنجيب الديل. فيمكن ده كان مدينا دافع اكتر طبعا. ان احنا يعني نضغط على نفسنا ونجيب ديل. وخدتوا الديل اللي كنتوا متوقعينه، ولا حاسين ايه بعد ما بتبصوا على اللي حصل ساعتها احسن من اللي توقعتوه؟ والله اقول لك بصراحه يعني اثناء شارك تانك هو اكيد لما خدت الديل كان في فرحه كبيره جدا. برضه احكي للناس كان الديل شكله عامل ازاي، مين اللي دخل معاك؟ احنا كنا طالبين 7 مليون جنيه على 15%. مستر محمد فاروق وباشمهندس احمد السويدي عرضوا 50%. بعد كده شويه تفاوضات وصلنا ل 35%. اوكي، نظير كام مليون؟ 7 مليون. 7 برضه كويس. بعد ما خلصنا الحلقه الواحد فكر 7 مليون، عارف الاحساس ده اللي هو بعد القصه بعد الحكايه على طول. تمام. لكن والله 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 يعني حقا وصدقا بعد ما الواحد يتعامل مع الشاركس عرف كويس انه الفلوس ولا حاجه. صح، هي القيمه بتاعت الحاجه اللي بيقدروا يضيفوها للمكان، الخدمات، التعامل، الدعم. انا اي شركه بحتاج اكلمها بتصل على مستر محمد فاروق، مستر محمد فاروق بيكلمني صاحبها او بيكلمني حد كبير في الشركه، خلصت دي في دقيقه. طبعا. انا فاكر اول ميتنج مع مستر محمد قال لنا انتوا بتشتغلوا في ايه؟ فقلنا له كذا وكذا. فهو كان التليفون جنبه. يعني انا دي اول مره صراحه ذهلت. فكانت شركه جبنه. فانا شغال اتكلم، فانا افتكرت يعني وقفت لقيته ماسك التليفون. بعد كده قالوا يا حبيبي الاخبار تمام، انا معايا شركه مساهم فيها من اسوان. يعني انا بصراحه ما تخيلتش. لقيته صاحب الشركه والله. يعني دي بفلوس، يعني لو الفالويشن كبير بس دي بفلوس وبفلوس كتير. تاني يوم يعني صاحب الشركه ده لقيته بيكلمني بيقول لي انا كلمني مستر محمد وانا معانا ميتنج يوم الاثنين. صاحب الشركه. فيعني العلاقات طبعا. بفلوس طبعا. والخبره وكل طبعًا حاجه طبعا. الاول بس ما عديش حته صغيره كنت عايز اقولها لك. احنا في اول مقابله مع مستر محمد فاروق مستر محمد فاروق ادانا 2 مبلغ، مش عايزين نقول رقم. المبلغ اللي اداهولنا من غير ما نمضي ورقه، بدون ديو ديليجنس ولا اي حاجه، بدون اي حاجه. فلا بصراحه بنشكرهم من هنا. يعني ده هو والباشمهندس برضو يعني ما تاخروش معانا في اي حاجه. في سنه واحده من 6 مليون المبيعات اللي كنتوا بتعملوها ل 250 مليون. هو الرقم ده حقيقي الاول في النص يعني سنه احنا 22 6 مليون 23 تقريبا 53 مليون. السنه دي لحد اكتوبر يعني هندخل ان شاء الله في 4 مليار ان شاء الله. ما شاء الله. حصل ده ازاي في الفتره القريبه، في الفتره القليله جدا دي؟ ازاي البيزنس بلان بتاعتنا ان احنا هنتوسع افقي. فاحنا اسوان كده اوريدي موجودين فيها. ابتدينا نفتح هنا سوهاج، اسيوط، المنيا، ومن كل محافظه بنفتح المراكز بتاعتها. عشان خاطر نتوسع. والحاجه الثانيه السوق كبير. انا عايز اقول لك ان مثلا نسبه خروج الشركات الناشئه في مصر في القاهره 98% و2% في المراكز والنواحي. هقول لك احصائيه بقى ثانيه. هل تعلم ان الصعيد من اول المنيا، مش هقول لك من اول بني سويف لحد اسوان، يمثل 38% من تعداد السكان المصري. القاهره تمثل كم من مصر؟ 11% او 12%. وهي شكلها في القاهره. فالحته بتاعت الصعيد دي لسه فيها كتير طبعا. وانتوا الفكره انها تفضلوا في الصعيد، يعني ايه التوسع الفتره اللي جايه شكله عامل ازاي؟ مش فكرتنا ان احنا نكبر ونتوحش في الصعيد عشان لما نروح القاهره الصعيد يصرف على القاهره، لان الخناقه في القاهره كبيره. بالظبط كده. ويمكن والله انا ومحمد ماخدين تعهد على نفسنا على حاجتين. التعهد الاول ان احنا عايزين نثبت للايكو سيستم عموما ان والله الصعيد فيه شركات ممكن تنجح، بس هي محتاجه بس الاهتمام والدعم وكل ده. بالظبط. والحاجه الثانيه ان احنا نكون واجهه كويسه للناس الصعيد اللي هتطلع من الصعيد عشان تكبر.
صح. البيزنس بلان اللي اتعملت او الارقام اللي اتحققت دي كانت اكيد بخطه معموله عشان يحصل ده، وان الفلوس هتتوزع ازاي، من تيم، من تكنولوجي، من كل هذا الكلام. فازاي قدرتوا تعملوا كده برضه بالخبره المش كبيره، بعدد السنين اللي مش كبير، ازاي قدرتوا تعملوا ده في الفتره القليله اللي خلتكم تضاعفوا المبيعات بهذا الشكل؟ والله هو كلمه السر هي التركيز. ورقم 2 في عبء نفسي عليك انه الناس وثقت فيك وامانه انه انت خلاص مفيش هزار يعني. الاول كان بتتكلم بفلوسك، لكن النهارده في مستثمرين معاك ومستثمرين قدموا كل حاجه ليك، فانت لازم تطلع قماش. لازم. اتعلمت منهم ايه من الشاركس؟ لو خدت كام حاجه منهم حسيت ان دي دروس مستفيده ليك اتعلمتها واثرت عليك المشوار؟ والله اقرب حاجه هي التواضع. يعني الناس على اعلى درجه من التواضع. يعني انا بشوفهم في مصانعهم منتهى التواضع. في اي وقت متاح، انت عاوز اي حاجه بتكلمهم. دعم لابعد الحدود. مصطفى اتعلمت منهم ايه؟ احنا كنا متخيلين هالة عليهم وبقى ومساعدين كتيره وسكرتاريه كتيره. انا عايز اقول لك بعد شارك تانك باسبوع كنت في النادي، فلقيت تليفون رن، قال لي انا محمد فاروق. انا كل محمد فاروق اللي في العالم جوه خلاص في دماغي الا مستر محمد فاروق. فبقول له معلش محمد فاروق مين؟ فقال لي انا محمد فاروق شارك تانك. فببص في التليفون، هو ده حقيقي يعني، هو بيكلمني بنفسه. فقال لي يا مصطفى انا عايز اقابلك يوم كذا في القاهره، وبعت لي اللوكيشن. فانا يعني بعد كده قفلت منه كده، قعدت مع نفسي شويه، هو انا يعني ده بجد بيحصل؟ ده بجد. فكلمت محمد، فبقول له مستر محمد فاروق كلمني. قال لي يا عم بلاش هزار. فقلت له لا والله كلمني فعلا. وسافرنا من فتره قريبه، كنت ببعت له فويس نوت يعني عشان بصراحه ما بحبش ارن عليه كتير، عشان ممكن يكون مشاغله كتير. فلقيته بيرن عليا بيقول لي يا مصطفى لو سمحت ما تبعتليش فويس نوت، كلمني على طول. والله والله يا جماعه يعني معلش. فوالله بجد يعني احنا والله بنعزه، وان شاء الله باذن الله نفضل على قد المسؤوليه اللي هو حاططنا فيها. وان شاء الله باذن الله نكبر يعني اكبر من كده بكتير يا رب. اخر سؤال ليكم انتوا الاثنين، ايه اللي نفسكم تحققوه لنفسكم والمندوبك سمارت في السنين اللي جايه؟ ايه الاحلام؟ هبدا بمصطفى وبعدين محمد. احنا عندنا حلم قريب وحلم بعيد، او انا يعني على نفسي يعني الحلم القريب ان انا ابقى الذراع بتاع التوزيع في الصعيد لكل شركات مصر. الحاجة التانية قالها لنا مستر محمد فاروق، ودي شوية افقها عالية شوية، ان احنا نكون امازون العالم في توزيع البقال. العالم ان شاء الله. ان شاء الله. ومصدق ان ده ممكن يحصل؟ والله انا مش مصدق ان احنا عملنا ال 250 وعملناهم الحمد لله والشكر لله. ورقم معلش لو احنا اتكلمنا بارقام 7 مليون قصاد 250 مليون ده مش بيحصل طبعا. يعني لو قعدنا مع اي حد قلنا له احنا عملنا بالرقم ده كذا، هو اكيد مش هيصدق. محمد والله يعني الهدف اللي نفسي احققه بعيد عن الشغل، هو مصطفى قال في الشغل تمام، انه اقول للناس انه ممكن يعني تقدر، والله تقدر، والموضوع مش صعب ومش مستحيل. ويعني ما تفقدش الامل، بالعكس الامل ده سهل جدا وحاجه مش هتعطلك. واللي هقول لك انه انا ما تخيلتش نفسي انا يعني هاجي في يوم اقعد اقول للناس الكلام ده، مش ما تخيلتش والله كده، ولا اقول لك ان انا كنت مثلا خطير او ان انا ما حصلتش او ان انا بعمل حاجه ما حدش بيعملها. ده بس شويه امل يعني، مش هيكلفوك كتير والله، واجري وراه واصبر وخليك مرن لحد من الاخر وهتوصل بعون الله يعني. ان شاء الله. نموذج مشرف، لان اللي عنده حلم وبيشتغل عليه جامد انك تقدر وانك ممكن توصل اللي انت عايزه. بشكركم على الحديث الجميل، ومبروك على كل حاجه وصلتوا لها واللي لسه هتوصلوا لها، وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا.